تعالَ أقول لك على أشهر 6 أفخاخ شطرنج ممكن يقابلوك. أنا باقول لك الأفخاخ دي عشان تحاول إنك تتجنبها، مش عشان تحاول إنك تعملها، لأن الأفخاخ شيء مش هيعلّي مستواك، بل على العكس هو ممكن كده ينقّص مستواك أو يقلل من مستواك، لأن الأفخاخ بتعتمد على إنك تكسب الجيم بسرعة، وما فيش لاعب شطرنج قوي بيقدر إن هو يكسب الجيم بسرعة. بس أنا جاي أقول لك النهارده على أشهر 6 أفخاخ في الشطرنج عشان تبقى عارفهم وما حدش يقدر إن هو يوقّعك فيهم، تبقى أنت دايمًا فاهمهم كويس. ولو انت حابب انك تعملهم في اصحابك المبتدئين او لسه مستواهم متوسط، فانت ممكن تعملهم بس ما تعتمدش عليهم بشكل اساسي، عشان خاطر انك انت تطور مستواك. الفخ رقم 6 معانا اسمه ليجال تراب. الليجال تراب ده بيبتدي تبقى انت الابيض وبتكسب الجيم بس في 8 نقلات، عن طريق انك انت اول حاجه بتبتدي بنقله الاي 4، بعد كده الاسود بيرد عليك بالاي 5، فانت بتنط بالحصان بتاعك مهدد البيدق، فساعتها الاسود بينط بالحصان بتاعه حامي البيدق. فهنا انت بكل بساطه بتنتشر بالفيل بتاعك وتلعب الايطاليان جيم، تطلع بالفيل بتاعك في السي 4. فهنا الاسود بكل بساطه بيلعب البيدق بتاعه في الدي 6 عشان يخرج الفيل الاسود. فانت هنا بتكمل الانتشار عن طريق انك انت تحط النايب بتاعك في السي 3، فهو هنا بيجي يعمل ربط للحصان ده على الوزير. فهنا تبتدي تزق البيدق بتاعك في الاتش 3 مهدد الفيل ده، فالفيل بيرجع في مربع الاتش 5 عشان يفضل مخلي الربط ده موجود. فساعتها هو هنا وقع في الفخ عن طريق انك انت هتاكل بالحصان ده البيدق اللي موجود في الاي 5. هنا بكل بساطه انت كده سبت الوزير، فهو طبعا سريعا هيروح ياكل الوزير ده. فاول لما هياكل الوزير ده انت هتاكل في بيدق الاف 7، طبعا محمي بالحصان بتاعك، فاجباري يطلع بالملك بتاعه في الاي 7، وساعتها انت هتنضم بالحصان بتاعك التاني في الدي 5 كالشمات. وبكده انت قدرت تكسب الجيم ده في 8 نقلات بس. فما تحاولش ان اي حد ممكن يوقعك في الفخ ده. الفخ رقم 5 معانا اسمه بلاك بيرن شيلينج جامبت تراب. هنا انت بتبقى انت الاسود والابيض بيبتدي بنقله الاي 4، وانت بترد عليه بنقله الاي 5، فساعتها هو بينط بالحصان بتاعه طالب البيدق، فانت بتنط بالحصان بتاعك حامل البيدق، فساعتها هو بيجيب الفيل بتاعه في السي 4، فساعتها انت بتنط بالحصان بتاعك في الدي 5. هنا لو اكل حصان في حصان دي النقله الصحيحه وبتاكل بالبيدق وما عندكش اي مشكله. بس لو هو هنا حاول ان هو ياكل البيدق المجاني اللي موجود في الاي 5، فانت هنا هو كده ابتدى ان هو يقع في الفخ. فساعتها انت هتنتشر بالوزير بتاعك في مربع الجي 5، فهو هنا انت محدد بدأ الجي 2، بس هو هنا هيلاقي ان هو ممكن يعمل فورك على الوزير والرخ بالشكل ده. فانت هنا هتاكل بدأ الجي 2 مهدد الطبيم. ولو هو حاول ان هو يمشي بالطبيعه بتاعته في مربع زي مربع الاف 1، فانت هنا بتاكل البدأ اللي موجود في الاي 4 عامل كش للملك. طبعا لو غطى بالوزير هيخسر الوزير بتاعه، ولو غطى بالفيل بتاعه فالحصان بتاعك هينط في مربع الاف 3، عملت كش مات، لان هو ما يقدرش ياكلك بالفيل عشان في ربط حاصل على الملك. طبعا لو احنا رجعنا بالموقف، وهو هنا بعد ما انت اكلت في الجي 2 راح ساب الطابيه بتاعته وراح اكل الطابيه بتاعتنا، فانا هاكل الطابيه بتاعته بتشك، اجباري ان هو يغطي بالفيل بتاعه في الاف 1، وساعتها انت هترجع تاكل البدأ ده بتشك. طبعا لو غطى بالوزير هيخسر الوزير بتاعه، فلازم يغطي بالفيل. بس انت هنا هتكمل انتشار بالفيل بتاعك عادي، وهنا الاسود بيكسب طبعا، لان حتى لو الابيض حاول ان هو يهدد الوزير بتاعي، هسيب الوزير بتاعي وانط بالحصان بتاعي في الاف 3 عامل كش للملك. طبعا ما يقدرش ياكل بالفيل عشان الربط، فلازم يمشي بالملك. فساعتها هجيب الوزير بتاعي في الاتش 4 مهدد كش مات، فهو هنا هيحاول يهرب بالملك، بس انا هديله كش يمشي وياكل البدأ ده بكش مات. الفخ رقم 4 معانا اسمه إليفانت تراب. ايه إليفانت تراب ده؟ بيتعمل بالاسود، ولما الابيض بيبتدي بنقله الدي 4 فانت بترد عليه بالدي 5، فهو بيلعب لك كوينز جامبت وبيلعب البدأ بتاعه التاني في السي 4. بس انت هنا بتلعب كوينز جامبت ديكلاين وترفض الجنبيت عن طريق انك تلعب البدأ بتاعك في الاي 6. بس هو هنا بينتشر بالحصان بتاعه في مربع السي 3، وانت بتدافع عن البيدق عن طريق الحصان بتاعك في الاف 6. فهو بيجي يعمل ربط للحصان بتاعك على الوزير بالشكل ده. فانت هنا بكل بساطه هتحضر له التراب. ايه هو التراب ده؟ انك انت او الفخ ده انك انت هتنط بالحصان بتاعك في الدي 7. طبعا ده هيسمح له ان هو ياكل بدأ في بدأ، فانت هتاكل بدأ في بدأ، فهو هنا هياكل حصان في بدأ. الفكره بتاعتها انك ما تقدرش تاكل الحصان ده عشان خاطر ان هو هياكل وزيرك. صح؟ لا مش صح، غلط. ليه؟ لانك انت هتاكل الحصان ده وتسيب له الوزير بتاعك، عشان لما هو ياكل الوزير بتاعك فساعتها انت هتنضم بالفيل بتاعك عامل كش للملك. بس هو هنا ما عندوش اي حاجه ممكن يعملها غير ان هو يغطي بالوزير، فساعتها انت هتاكل الوزير ده بكش، عشان هو اول لما يجي ياكلك بالملك ساعتها انت بكل بساطه هتروح تاكل الفيل. وبكده انت معاك 3 قطع على قطعتين، والانتشار بتاع القطع بتاعك افضل، والمفروض انك انت تكسب الجيم
ده. الفخ رقم 3 معانا اسمه لاسكر تراب. طبعا بتبقى انت الاسود في الفخ ده، وطبعا اول نقله بيبتدي بيها الابيض ان هو بيلعب لك دي 4 برضه، بس انت ساعتها بتلعب دي 5 يلعب سي 4 جنبيه الوزير، فساعتها انت بتلعب اي 5 وده اسمه البن جامبت. الالبن جامبت ده بياكل هو بدأ في بدأ، فانت بكل بساطه ما بتعملش حاجه، انت بس بتزق البدأ بتاعك في الدي 4. فهو هنا هيحاول يتخلص من البدأ ده عن طريق انك انت لو اكلت بدأ في بدأ مثلا فهو هياكل وزيرك ويبوظ لك التبييت. بس هنا انا مش هعمل ده طبعا، وهنتشر بالفيل بتاعي بتيمبو على الملك واعمل له كش في مربع البي 4. فهو هنا هيغطي بالفيل بتاعه، بس انت هنا هتاكل بدأ في بدأ. فهو طبعا هيلاقي ان الفيل ده مجاني فهيروح ياكل الفيل ده، بس ساعتها هو كده وقع في الفخ خلاص، لانك انت هتقدر انك تاكل بدأ في بدأ عامل كش للملك ده، فطبعا ما عندوش وقت انه يعمل اي حاجه. وفي نفس الوقت لو راح اكل البيدق ده بالملك فهو كده خسر الوزير بتاعه، فالكلام ده ما ينفعش، فهيضطر اجباري ان هو يطلع بالملك بتاعه هنا. فانت هنا هتروح انك تاكل الحصان بتاعه وترقي حصان بكش. ليه رقيت حصان؟ عشان تبقى عامله كش للملك. طب وليه عملت كش للملك؟ عشان عارف ان هو لما يجي ياكلني بالطبيعه بكل بساطه انتشر بالفيل بتاعي بكش، والنقله الجايه هاخد منه الوزير بتاعه واكسب الدور. الفخ رقم 2 معانا اسمه انجلاند جامبت. انجلاند جامبت ده تقدر تعمله لو انت الاسود والابيض بتقدر معاك بنقلب برضو الدي 4. فانت هنا بتلعب اي 5، فساعتها هو بياكل البيدق ده لان هو مجاني، فساعتها انت بتنتشر بالحصان بتاعك ضغط على البيدق فهو بيحمي البيدق بتاعه، فانت بتضغط على البيدق ده بقطعتين الحصان والوزير، وهو بيصمم ان هو يحمي البيدق، فبيلعب الفيل بتاعه في الاف 4. واول لما يجي يصمم ويحمي البيدق فهو كده وقع في الفخ خلاص، لانك انت بكل بساطه هتجيب الوزير بتاعك في البي 4 عامل كش للملك ده، وفي نفس الوقت عامل هجوم على الفيل. فطبعا لو هو مثلا غطى كده فانت هتاخد الفيل بيبقى جيبك افضل بكتير، ولو هو حاول ان هو يغطي بالفيل عشان يفضل محافظ على الفيل بتاعه وما ضيعهوش، بس هنا بكل بساطه انت بتاكل البيدق ده محدد الطابيه اللي موجوده في الاي 1، فهو هنا لازم يحاول ان هو يحمي الطابيه بتاعته. فما فيش حل ان هو يحمي الطابيه بتاعته غير ان هو يجيب الفيل بتاعه في السي 3. فهنا انت هتعمل ربط على الربط، فهتجيب الفيل بتاعك في البي 4 عامل ربط على الفيل ده. فطبعا هو لو اكل الفيل ده هيخسر الطابيه بتاعته، فهو هيقرر ان هو يحمي الفيل بتاعه بالوزير عن طريق نقله كوين دي 2. فانت هنا سريعا هتاكل ده. طبعا لو اكل بالحصان هيخسر الطابيه، ولو اكل بالوزير هيخسر الدور وتلعب الوزير بتاعك في السي 1 كالشمات. الفخ رقم 1 معانا اسمه فيشنج بول تراب. ايه فيشنج بول تراب ده؟ بتقدر تعمله لو انت الاسود برضه والابيض ابتدى معاك بنقله الاي 4. فاول لما الابيض يلعب لك الاي 4 فانت هترد عليه باي 5، فساعتها هو هينتشر بالحصان مهدد البيدق، فانا هطلع بالحصان حامل البيدق بتاعي، فساعتها هو هيجيب الفيل بتاعه، وبكده هو دخل في الراي لوبز. اول لما هو يلعب لك الراي لوبز اوبننج فبكل بساطه انت هتنتشر بالحصان بتاعك عادي، فساعتها هو هيعمل تبييت، وهنا انت هتلعب نقله غير دقيقه، وهي انك هتجيب الحصان بتاعك في الجي 4. ليه النقله دي غير دقيقه؟ لان هي نقله ملهاش لازمه، لكن هو لو حاول ان هو يمشي الحصان ده عن طريق انه يزق البيدق مهدد الحصان بتاعك، فهو بكده وقع في الفخ عن طريق انك انت تلعب اتش 5. فهو طبعا هيلاقي ان الحصان ده مجاني فهياكل الحصان، فبكل بساطه انت هتاكله بالبيدق مهدد الحصان. فاول لما هو يمشي بالحصان بتاعه في اي مكان ده خلاص هيسمح لك انك انت تخش بالوزير بتاعك في مربع الاتش 4 طالب كش مات في المربع ده او في المربع ده، فمالوش اي حل ان هو يمنع الكش مات دي. فهو هيحاول ان هو يمنع الكش مات عن طريق ان هو يزق البيدق ده مثلا عشان يحاول يهرب بالملك، بس هنا انت هتقفل عليه كل الفرص المتاحه وهتلعب البيدق بتاعك في الجي 6، وبكده انت محدد كش مات ما يقدرش يحلها باي حاجه. يعني لو انتشر بالحصان كده فطبعا دي كش مات، او وزير برضه في الاتش 1 كالشمال. وبكده انت بقيت عرفت ست ترابات. انا مش بقول لك الافخاخ دي عشان خاطر انك تعملها في اي حد، لان الافخاخ دي هتخسرك الجيمز لو حاولت تعملها، لكن عشان تحاول تتجنبها وما تحاولش انك انت لو لسه مستواك مبتدئ او متوسط ان اي حد يحاول يوقعك في الافخاخ دي، تبقى انت فاهمها كويس جدا، وفي نفس الوقت تبقى سلاح معاك انك انت لو في اي وقت لعبت حد مستوى لسه بيجنر او متوسط فانت كده ممكن تقدر تحاول تعمل فيه الافخاخ دي، وبكده انت بقى عندك وعي كامل بكل حاجه انت ممكن تتعلمها. ما تنساش تعمل سيف للفيديو ده او تعمل له شير لصاحبك اللي كل شويه يكسبك في الشطرنج،